السلام عليكم، انا احمد جودة وده فيديو جديد من جودة صوتس. انا جاي اتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا وهو موضوع كاميرات الموبايل. ازاي تشتري موبايل بكاميرات كويسة، او تعرف منين ان كاميرات الموبايل ده حلوة او لا، وازاي تختار كاميرا كويسة علشان تصور بيها فيديوهات. فركز معايا بقى عشان هقول النهارده كلام مهم قوي. الكلام اللي انا هقوله ده انا هقوله عشان انت غالي عليا، انت لو مش غالي انا ما كنتش قلت. مبدئيا كده كلامنا هيبقى عن الكاميرا الاساسيه دايما، مش هتكلم عن السيلفي. وما انصحكش ان انت لو معاك موبايل او هتشتري موبايل تصور فيديوهات بكاميرا السيلفي، لان هي غالبا بتكون مش احسن حاجه، والتركيز كله بتاع الشركات بيبقى على الكاميرا الاساسيه. حتى لو الكاميرا 64 ميجا، حتى لو الكاميرا 64 ميجا بكسل، برضو ما تصورش بكاميرا السيلفي، وركز مع الكاميرا الاساسية. وده لان الميجا بكسل مش كل حاجة، هي ليها دور مهم في بعض الاحيان وليها دور اساسي ومحوري، ولكن مش بكترها ومش بعددها، وده اللي هنفهمه مع بعض في الفيديو. مبدئيا كده التصوير بيتم ازاي؟ انت عندك جسم او انت هتتصور، الضوء بيجي عليك وبينعكس على كاميرا الموبايل زي عينك بالظبط ما بتشوف. كاميرا الموبايل بتشوف اثناء دخول الضوء لكاميرا الموبايل بيمر بكذا مرحلة. اول مرحلة وهي عدسة الكاميرا، والعدسة هنا مش مقصود بيها الازاز اللي بيبقى على الكاميرا من بره، لا، مقصود بيها الازازة اللي بتبقى واخدة كيرف كده جوه الكاميرا نفسها. كل ما العدسة دي كانت نظيفة والماتيريال بتاعتها كويسة، كل ما كانت بتمرر الضوء بشكل احلى وبصورة انقى. انما لو عدسة رديئة او رخيصة في الصنع هتأثر على الضوء. ممكن تلاقي الكاميرا احيانا عاملة ضبابة كده، تحس ان الصورة مش نقية 100%. وطبعا العدسة دي مسألة سعر، يعني كل ما سعر الموبايل كان اغلى كل ما العدسة كانت هتبقى احسن. وبالمناسبة العدسة دي بتتكون من طبقات، وكل ما سعر الموبايل غلي كل ما طبقات العدسة بقت اكتر، ده بيؤدي لنقاء الصورة. تاني حاجة هنتكلم عليها وهي فتحة العدسة، بتكون مسؤولة عن كمية الضوء اللي هتدخل للسنسور. كل ما كانت صغيرة كل ما دخلت ضوء اقل، كل ما الصورة هتلاقيها مظلمة شوية. وكل ما كانت اكبر كل ما تدخل ضوء اكتر، وده هيؤدي للصورة تكون منورة بشكل احسن. وفتحة العدسة هتقدر تعرفها عن طريق اي موقع بيجيب مواصفات الموبايل زي GSM Arena، وهي بتبقى عبارة عن اف على رقم، ده كده فتحة العدسة. اف على 1.6، اف على 2، اف على 3. وكل ما الرقم كبر كل ما فتحة العدسة بقت اصغر. يعني اف على 5 دي فتحة عدسة صغيرة جدا، انما اف على 1.5 فانت كده بتتكلم فتحة عدسة كبيرة ومحترمة. تالت حاجة وهي الشاتر سبيد. الشاتر سبيد ده بقى عامل زي البوابة كده، اول ما بتبدأ تلقط البوابة دي بتفتح، بتدخل الضوء للسنسور وبتقفل تاني، ومع سرعتها بتتحكم في دخول كمية الضوء. يعني لو سرعت الشاتر سبيد هيدخل كمية ضوء اقل، ولو بطأت الشاتر سبيد هيدخل كمية ضوء اكتر. فالشاتر سبيد بنستخدمه دايما لما بتكون عندنا مشكلة في فتحة العدسة. يعني لو فتحة العدسة ضيقة فده معناه ان في كمية ضوء قليلة هي اللي داخلة للسنسور، فعن طريق الشاتر سبيد انا هبطأ الشاتر سبيد يدخل كمية ضوء اكتر، اخد صورة مضيئة اكتر. والعكس صحيح، لو انت بتصور في اضاءة نهار او في الشمس وحسيت ان الصورة فاقعة قوي فممكن تسرع الشاتر سبيد بحيث ان هو ياخد كمية ضوء قليلة. وبالمناسبة شاتر سبيد ده هو اصلا اللي بيشتغل عليه النايت مود في التليفونات، ان هو بيبطئ الشاتر سبيد قوي بحيث ان هو يدخل اكبر كمية قدر من الضوء علشان يقدر يبين لك ان الصورة مضيئة. بس في الحالة دي لازم تكون مثبت الموبايل كويس جدا. لكن احنا بنتكلم على تصوير فيديوهات ومحتوى، يعني هتكون مهتم بالاضاءة وتفاصيل الاضاءة. وعلشان تعرف ايه الاضاءة اللي انت محتاجها عشان تصور فيديوهات، انت ممكن تتفرج على الفيديو بتاعي على القناة هنا اللي بتكلم فيه عن الاستوديو والاضاءة. ونيجي لاخر حاجة بقى، المعلم بتاع الليلة الكبيرة هو السنسور. ده اللي احنا عاملين نحضر الضوء من ساعة ما دخل من الكاميرا، او حتى من قبل ما يدخل الكاميرا لحد ما وصل للسنسور. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، هو السنسور. السنسور ده بيبقى عبارة عن شريحة سيليكون تمام مربعة وليها مقاس محدد. الشريحة دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من بيكسلز. اخيرا وصلنا للميجا بيكسلز اللي هي اكتر حاجة الناس بتفتكر ان هي دي المتحكم الاول والاخير في الكاميرا. لا، مش شرط، بدليل
ان احنا عدينا على كذا مرحلة. فتخيل معايا كده العدسة وحشة وفتحة العدسة صغيرة والشاتر سبيد مش مظبوط، فالضوء هيدخل مشوه للسنسور. ساعتها بقى الميجا بيكسل هتفيدك في ايه؟ فخدت بالك احنا خدنا وقت قد ايه علشان نوصل للبيكسلز اللي هي اول حاجة انت بتبص عليها دايما، اللي هو دي 48 ميجا بيكسل، دي كاميرا اكيد حلوة فبتروح تشتريها على طول. لا، هو عدينا على مراحل كتير لازم تكون مظبوطة علشان اقدر اوصل للبيكسلز دي واستفيد بيها، غير ان هي مش بكتر البيكسلز. ليه؟ لان البيكسلز دي لازم تكون كبيرة. كل ما البيكسل كانت اكبر كل ما كانت بتستقبل كمية ضوء اكتر وطلعت لك جودة فيديو محترم، وبالتالي كل ما السنسور كان كبير كل ما شال بيكسلز اكتر كل ما طلعت جودة فيديو احلى. وعلى فكرة البيكسلات دي، البيكسلات الواحدة بتتقاس بالمايكرو، صغيرة جدا، يعني 1.6 مايكرو، 1.7 مايكرو، وكل ما الرقم كبر كل ما البيكسل بقت اكبر وبقت احسن. يعني ايه بقى 48 ميجا بكسل و64 ميجا بكسل؟ وليه لما بشتري موبايل 64 ميجا بكسل مثلا الجودة الفيديو ما بتبقاش احلى حاجة؟ ده علشان شركات الموبايلات في فترة من الفترات قال لك احنا كده كده بنطور في التكنولوجيا وبنصغر حجم الحاجة، نستخدم نفس حجم السنسور بس نصغر حجم البيكسل فنحط عليه بيكسلات اكتر من غير ما نكبر حجم السنسور. ده ادى لايه في الاخر؟ ادى لان الفيديو طالع شكله وحش، او حتى الصورة طالعه جودتها مش قد كده. وده غير ان انت لو معاك موبايل كويس والميجا بيكسلز فيه كتيره، كده كده الموبايل بيستخدم حاجه اسمها دمج بينات، ان كل عدد معين من البيكسلز يدمج في بيكسلايه عشان يطلع في الاخر صوره او فيديو متصوره بتقنيه 12 ميجا بكسل. ويبقى كل اللي استفدناه ان شويه زوم او شويه ريزولوشن زياده. ما بقولش ان هو ملوش استخدامات، اكيد انت لو بتحب تصور حاجات بعيدة عنك او بتحب تعمل زوم كتير فاكيد انت تستفيد بموبايل الميجا بيكسلز بتاعته كبيرة، بس في نفس الوقت اتأكد برضو ان فتحة العدسة كويسة، ان حجم البكسلاية برضو كبير. يعني باختصار، حجم السنسور اكبر ولا عدد بكسلات اكتر؟ حجم سنسور اكبر بكل تأكيد حتى لو عدد البكسلات فيه قليلة. طيب انت دلوقتي بتقارن ما بين موبايلين، موبايل A وموبايل B. عندك الموبايلين مثلا 48 ميجا بكسل، اشتري انه واحد فيهم؟ بغض النظر عن ان انت ممكن تجرب الكاميرا بنفسك وتحدد انه فيهم الاحسن بالنسبة لك، الا ان انت ممكن تعمل حاجة تانية. عندنا حاجة ثابتة اللي هي الميجا بكسل. طيب هتبدأ تدخل على مواصفات كل موبايل على موقع من المواقع اللي بتجيب مواصفات الموبايلات، وتشوف حجم السنسور في كل موبايل قد ايه. لو لقيته مثلا في موبايل A حجم السنسور 1.7، وفي موبايل B حجم السنسور 1.2، اذا حجم السنسور في موبايل A اكبر من حجم السنسور في موبايل B، والاتنين 12 ميجا بكسل، اذا حجم السنسور في موبايل A اكبر بكل تأكيد من حجم السنسور في موبايل B، ويبقى انت كده اخترت الموبايل الافضل. طيب انت كده فهمت التصوير بيتم ازاي ومراحل اللي بتعدي عليها الضوء علشان يدخل للسنسور. ايه بقى احسن التليفونات اللي ممكن تقدم لك كاميرات؟ اكتبهم لك كده من الاحسن للاسوأ. بكل تأكيد احسن شركة بتقدم كاميرات وخصوصا في الفيديو هي ابل. الايفون بيقدم كاميرا محترمة جدا خصوصا في تصوير المحتوى. مش شرط تجيب ايفون غالي، مش شرط تجيب احدث حاجة، عادي ممكن تجيب ايفون 11 او ايفون 10 هيصور معاك فيديو كويس جدا وهيكون شكله حلو. بس قبل ما تشتري ايفون انت لازم تعرف ان انت هتقابل مشاكل كتيرة من مايك ونقل فيديو خونة وكل حاجة، فانت لازم تكون مستعد للمشاكل اللي هتواجهها مع الايفون. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن المشاكل دي ممكن تشوف الفيديو بتاعي اللي اتكلمت فيه عن الاستوديو ومشاكل الايفون عندي في الصفحة. هحاول احط الفيديو في علامة الاي. تاني شركة وهي بكل تأكيد شركة سامسونج، بتقدم كاميرات كويسة جدا. يعني عندك اول حاجة الاس والنوت، مش لازم يكون جديد، ممكن يكون اس 10 او اس 20. تاني فئة من سامسونج وهي فئة الام، دي فئة مخصصة للتصوير وللكاميرات، بس ممكن تلاقي الموبايل فيها غالي حبتين. فانت لو قدامك مثلا ان انت تجيب نوت قديم شوية مستعمل احسن من ان انت تجيب ام. اخر فئة وهي فئة الاي، ودي انصحك ان انت تجيب اجدد موبايل بينزل ويكون جديد ما يكونش مستعمل. تالت شركة هو موبايل بيصور حلو جدا بس بيعتمد على حاجات تانية اكتر زي المعالجة بتاعت البروسيسور، وده موضوع كبير. بس هي الفكرة فيه ان هو بيلقط الصورة ايا كانت الظروف، وهو بيحاول يحسن عن طريق الذكاء الاصطناعي في الصورة دي ويديك فيديو او صورة
كويسة. رابع شركة هي هواوي. هواوي بتقدم تليفونات حلوة جدا بكاميرات كويسة جدا، وتنفع في تصوير المحتوى وسلو موشن رهيب. لكن هيقابلك مشكلة في هواوي، وهي خدمات جوجل. انت ممكن ما يبقاش عندك يوتيوب او جوجل، واعتقد انت كصانع محتوى او هتصور فيديوهات انت محتاج جوجل بكل تأكيد. فانت ليك الاختيار، يعني عايز تجيب هواوي ممكن تجيب هواوي، لكن انت شغلك كله بقى هيبقى على موبايل تاني او على الكمبيوتر. اخر شركة وهي بالنسبة لي الشركة الاخيرة في الاختيارات لو هشتري موبايل، وهي شركة شاومي. بتقدم كاميرات كويسة في بعض الاجهزة، بس لازم تجرب الاول، لازم تتأكد من مواصفات الكاميرا بتاعت الجهاز اللي انت هتشتريه من على النت الاول قبل ما تشتريه. بلاش بقى اوبو انفينكس والموبايلات دي، يعني نصيحة مني بلاش، لان ما بيهتموش بهاردوير الكاميرا قوي. فهي كويسة لو انت استخدام عادي، لكن انت عايز تعمل محتوى وفيديوهات فمنصحكش بالشركات دي خالص. طيب نيجي بقى للجزء الاخير في الحلقة بتاعتنا. انت دلوقتي جبت الموبايل اللي انت عايزه خلاص، او انت اوريدي عندك موبايل وهتصور بيه. تقدر توصل ازاي لاحسن جودة من كاميرا الموبايل بتاعك؟ اول حاجة واهم حاجة هو ان انت تصور بكاميرا الاساسية. تاني، ما تصورش بكاميرا السيلفي. اوريدي الشركات ما بتهتمش غير بالكاميرا الاساسية، بتحط فيها اقوى الماتيريال. شغل الكاميرا الاساسية، شغل كاميرا مانوال. لو انت ايفون حمل ابلكيشن انا بستخدمه اللي هو بلاك ماجيك كاميرا. ده ابلكيشن مانوال تقدر تظبط من عليه كل اعدادات الكاميرا. لو انت اندرويد غالبا هتلاقي عندك اعدادات الكاميرا كلها موجودة في ابلكيشن الكاميرا نفسه. عايز تحمل ابلكيشن خارجي بيصور مانوال، ممكن تدور على واحد، ولكن انت ممكن كده كده كاميرتك بيبقى فيها الاعدادات بتاعتها كلها. تاني حاجة تهتم بالاضاءة، وحاول تستثمر في الاضاءة بتاعتك، علشان لو اشتريت اضاءة اي كلام فانت هتقابل مشكلة، وهي ومضات اللمبة. اي لمبة او اي اضاءة بتعمل ومضات. الومضات دي ساعات الكاميرا بتاعتك بتلقطها. هنقدر نسيطر على الومضات دي لو سرعنا الشاتر سبيد شوية، بحيث ان هو ما يلحقش يلقط الومضات دي. رابع حاجة ان انت تصور 4K او اعلى جودة عندك مع اعلى FPS. ال FPS ده عدد الفريمات في الثانية الواحدة. يعني لو انت بتصور على 30 FPS معناه كده ان انت بتصور الفيديو بتاعك بتقنية 30 صورة كل ثانية. 60 FPS ده تمام جدا، يخلي الفيديو معاك سلس وشكله احسن. فشوف الاعدادات عندك تظبط الكواليتي بتاعتك. ال 4K لو بيصور 60 فريم فده هيبقى مناسب قوي. لكن لو انت من ال 4K بيصور 30 فريم بس، لا، انصحك ان انت تنزل على 2K مثلا وتشغلها 60 فريم، او HD وتشغل 60 فريم مع ال HD. دي هتديك احلى جودة فيديو. فلو وصلت لحد هنا يبقى انت كده وصلت لنهاية حلقتنا، واشكرك جدا ان انت اتفرجت على الحلقة كلها. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، تفعل زر الاشعارات، وما تنساش تسيب لنا كومنت تقول لنا رأيك في الفيديو. لو عندك اي استفسار سيبه برضو في كومنت وانا هرد عليه. وما تنساش بقى تعمل شير للفيديو علشان تعرف اصحابك ازاي يختاروا كاميرا موبايلهم. وما تنساش تعمل فولو على تيك توك وانستجرام، وتستنى الفيديو الاسبوع اللي جاي. سلام. عالمفرق تنطر ناس وتشد